يعني إيه محفظة عقارية؟ مش أي حد يشتري عقار بقى عنده محفظة، ولو أنت بتفكر في فكرة المحفظة لازم تسأل نفسك أنا عايز إيه؟ عايز دخل شهري ولا نمو طويل الأجل ولا ميكس من الاتنين؟ في 3 أنواع للمحافظ. محفظة الدخل دي هدفها عائد شهري مستقر، يعني مثلا واحدة متأجرة 10 سنين قدام، دي مناسبة للي عايز كاش فلو أو عايز مصدر دخل تاني، مثلا حد على المعاش وعايز يغطي مصاريفه كل شهر. تاني حاجة محفظة النمو، دي هدفها إن الأصل بتاعك قيمته تزيد، مثلا تشتري عقار وهو في اللونج أو تشتري في منطقة لسه بتتبني، دي مناسبة للي عايز يبيع قدام بربح كبير، لو مثلا عايز تشتري حاجة لعيالك أو أنت لسه في أول حياتك ومش محتاج دخل زيادة دلوقتي. آخر حاجة المحفظة الهجينة، دي فيها ميكس من الاتنين، يعني عندك واحدة بتدخلك عائد وواحدة تانية عشان قيمتها تكبر، دي مناسبة للي عايز يوازن بين حاجتين، حد عايز دخل دلوقتي وفي نفس الوقت عايز ثروة في المستقبل. المشكلة إن معظم الناس بتشتري عشوائي من غير ما تعرف هي بتبني أنهي نوع محفظة، ده بيخلي العقار عبء مش طريق للثروة. قبل ما تبدأ تستثمر في العقارات لازم تحدد هدف المحفظة بتاعتك.